الزمالك الى نهائي الكونفدراليه، الزمالك الاول على الدوري وفي نهائي الكونفدراليه. الزمالك فاضل له 3 ماتشات بالظبط ويبقى اقوى فريق في مصر واقوى فريق في افريقيا. ماتشين الفاينل بتوع افريقيا وماتش بيراميدز. تكسب بيراميدز، تكسب ذهاب واياب، مبروك الزمالك بطل افريقيا وبطل الدوري المصري. ده فاضل له 3 ماتشات ويبقى رقم واحد. انا بحب النادي ده قوي. بص افهم. هتقول لي معتمد جمال ادار الماتش غلط، هتقول لي اجهدنا عبد الله السعيد وفتوح وعندنا ماتش بيراميدز، هتقول لي كنا وحشين قوي والمهدي سليمان انقذنا، هتقول لي كل ده كلام فني على عيني وعلى راسي وعارفه وهقوله لك في الحلقه. بس ما يبقاش صاعد نهائي كونفدراليه وخلاص فاضل 4 5 ماتشات على الدوري وتلاقيه جاي بزعق لك. هتقول لي يا سقا مش انت دايما بتقول على نفسك انك بتقيم الاداء وبتتكلم اداء؟ يا جماعه انا كنت بزعق بعد ماتش الاتحاد السكندري ليه؟ انت كنت لسه ما لعبتش دور الثمانيه في الكونفدراليه، لسه فاضل الدور الثاني كامل في الدوري المصري، وفاضل ماتش انبي وفي توقف دولي نقدر نغير. انما انا دلوقتي قعدت ازعق واصرخ واشتم لك في اللعيبه اللي انت عارفهم، احمد ربيع اللي بيعمل فاول في الدقيقه خطيره وفي نص الملعب بيديهم الكوره. طب هيغير حاجه؟ خلاص فاضل على الموسم كله 3 4 ماتشات، ده لو 5 ماتشات بماتش انبي والاهلي اجي انا بقعد ازعق واصرخ واوقع في اللعيبه؟ انا راجل بحب الزمالك، عشان بحب الزمالك زعقت في ماتش الاتحاد عشان كان في وقت للتغيير. دلوقتي مفيش وقت للتغيير، في وقت دعم. مش انا دايما بقول لك الدعم الاعمى؟ لا، دلوقتي ده وقت دعم اعمى. هل ده معناه ان انا مش هقول لك الاخطاء؟ همسك لك الاخطاء كلها. وفي التقييمات مش هدي حد اقل من 5، مع ان في لعيبه تستحق اقل من 5، مش هدي حد اقل من 5. وقت دعم، وقت ان الزمالك ياخد البطولتين باداء مش باداء. هم الاهلي وحش جدا، ولو خدوا الدوري بالاداء ده هيطلع يقول لك اعظم نادي في الكون. انا احسن من الاهلي وان شاء الله هاخد الدوري وهاخد الكونفدراليه ومش هلوم على حد. اللوم ده في اول الموسم، في نص الموسم، في اخر ثلث الموسم الحق اغير. دلوقتي الزمالك في نهائي افريقيا، الزمالك اول دوري، الزمالك اقوى فريق في افريقيا. كلمني كده، كلمني عن دعم اللعيبه. الزمالك النهارده بطل، الزمالك في نهائي الكونفدراليه. نتكلم فني بقى. كابتن معتمد جمال ابتدى الماتش ازاي؟ ابتدى بالمهدي سليمان في الجون، تشكيل عادي جدا، الاساسي هو بنتاج باك شمال، عمر جابر باك يمين، 2 سنتر باكات محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. مركز 6 محمد شحاته، 2 تمانيات عبد الله وفتوح. عدي الدباغ ابتدى يمين وبزيرة هو اللي شمال، وراس حربه ناصر منسي. الدقيقة 3 بالنسبة لي مهمة جدا في الماتش وتخلي تقييم عبد الله سعيد من دلوقتي، لو هو انت شايف 5 من 10 ينط ل 7 من 10. في الدقيقة 3 لو خدت بالك من الكرة دي، رمي التماس لينا، بزيرة عمال يقول لهم اهدوا، عبد الله السعيد عمال يقول لهم اضغطوا وزعق في بزيرة. ده فكر الراجل اللي عايز يجيب جون وعايز نخلص من بدري. ده كان فكر عبد الله السعيد وناصر منسي، الاثنين دول كان من اول ماتش عمالين يضغطوا، بس طبعا عشان هم مش واخدين تعليمات بكده فالضغط ما كانش منظم، فبان ان الزمالك وحش، بان ان الماتش ميت، وعشان الفريق اللي ضدك وحش جدا وهو ما عندوش غير الكور الثابته، وانت الحمد لله لحد ما نزل احمد ربيع ما كنتش بتعمل كور ثابته خالص، فالماتش كان ميت. الشوط الاول بالنسبه لي اللي كان مضيع الدنيا خالص، ان انت نازل المفروض تهاجم، ما هاجمتش، واقف في نص ملعبك بعبد الله وفتوح اللي هم دفاعيا وحشين قوي. ده غير شحاته تايه، شحاته وحش جدا دفاعيا، وفي الطلوع بالكوره عمال يباصي لورا. والثقه الزايده بتاعت لعيبه الزمالك اللي بينت الماتش وحش، عمالين يباصوا لورا، ما حدش عايز يباصي لقدام. يمكن فتوح وعبد الله شويه نوعا ما ابتدوا يباصوا لقدام، لكن بالنسبه لي نجم الماتش ونجم الشوط الاول عدي الدباغ تحركات، بينزل يستلم، بيلعب كره لقدام. عدي الدباغ النهارده كان ممتاز. ناصر منسي برضو دي نقطه لازم نتكلم عليها مهمه جدا. ناصر منسي كان مركز قوي في الماتش، لكن مركز مع احمد بلال ومركز ان هو عايز يجيب جون. كورتين يا ناصر منسي تقدر تباصيهم تشطهم بره، وجات لك كوره بتفكر انك تجيب جون وتعمل كده، ده غلط يا ناصر منسي وعيب على المدرب برضه. كابتن معتمد جمال نزل ادار الماتش ان هو هيقفله وهيلعب على ال0-0، نفعت معاه والحظ انقذه. ما كانش ممكن ينقذنا الشوط الثاني وكانوا هيجيبوا فينا، وبرده الشوط الاول كانوا هيخطفونا بواحده. طب ايه الغلط؟ بزيرة مثلا، انا بالنسبه لي 3 حاجات عملها معتمد جمال غلط النهارده. عشان اللي هيشوف الريل دي بس على التيك توك، شكرت في الاول وقلت الزمالك بطل الكونفدراليه وبطل الدوري وحلوين. دلوقتي انا بحلل لك فني الله يسترك عشان اللي بيشوف جزء بسيط بس. ايه اللي عمله معتمد جمال النهارده او كابتن معتمد جمال النهارده؟ بزيرة مش جاهز 100%، وواضح انه رابط رجله، واضح من اداؤه انه مش جاهز، يبقى ما كانش يلعب. ده واضح. كنت تلعب بنتاج، تلعب ايشو، تدي حد لسه عايز. عبد الله السعيد لعبته 85 دقيقه. قابلني على عبد الله السعيد في ماتش بيراميدز وانا بقول لك من دلوقتي هيعمل ماتش وحش. عبد الله السعيد بيلعب ماتش واحد في الاسبوع، انت بقالك عمال تلعب واحنا في اسبوعين لعبت 4 ماتشات كده. بماتش بيراميدز هيبقى 4 ماتشات. انا من وجهه نظري كان لازم عبد الله السعيد يريح او يطلع في الدقيقه 50.
دي غلطتين عملهم معتمد جمال. الغلطه الثالثه انه قعد طول الماتش بيلعب على ال0-0، ما مسكتش كوره حتى وبادرت انك عايز تجيب جون. لا انا مطمن على ال0-0، لو كانوا خطفونا في لحظه كانت خلصت. وغير كده انت اجهدت لعيبه كتير جدا عشان 0-0، خايف تطلع حد اللي يجيبوا جون. اجهدت عبد الله فتوح وضي ناصر منسي، كان كل دول ممكن يطلعوا لو كنت جبت جون او جونين لو ضغطت وانت كنت قادر. انت جون عدي الاول كره ثابته، في واحده ثانيه ضيعها عدي الدباغ وواحده ضيعها ناصر منسي، ما بيتهاجمش ما بيتحولش. ده بالنسبه لي في الشوط الاول ان الزمالك نزل قعد يدافع، مش يدافع، بيلعب الدايركت فوتبول، مش عايز يضغط. طب الشوط الثاني نضغط على الربع ساعه، برده مش هضغط. مشي على نفس منهاج الشوط الاول. غريبه قوي بالنسبه لي، غريب قوي. كابتن معتمد جمال شباب بلوزداد هو اللي موت الماتش، لان هو ما رضاش يضغط وما رضاش يفتح، كان خايف ان الزمالك يجيب جون، خلصت 0-0. المهدي سليمان انقذنا بشكل مرعب. محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد عمر جابر بنتايج، انتوا الاربعه النهارده عملتوا ماتش هايل. نقطه سر صعود الزمالك دفاع الزمالك، وانه واقف صح وما بقاش فيه الاخطاء الساذجه اللي كانت في اول موسم مع يانيك فيريرا واحمد عبد الرؤوف. عارفين نوقف دفاعنا صح. مركز 6 محمد شحاته، احنا خسرنا دونجا، خلصت خلاص رسمي. انا اقتنعت النهارده ان الزمالك خسر دونجا. محمد شحاته طلع بالكره وحش، مش قادر يدافع مع اللعيبه، ولما بينزل كمركز 6 ده بينزل يقف بين السنتر باكات وهو بيدافع. المساحه اللي ورا دي عمالين يلعبوها لورا، مفيش حد خالص. واحمد ربيع طبعا وحش جدا. الزمالك خسر دونجا وما كانش ينفع يتباع، محتاج مركز 6 الموسم الجديد لان محمد شحاته مش مركز 6. الشوط الثاني انا كنت مع انك تنزل الونش، بس بعد ما شفت اخر 5 دقايق وزنه زايد، لا كنت مع ان ادم كايد لازم ينزل من بدري، شيكو بنزا بدري سيكا، مش عشان هما الاثنين كويسين، لا الاجهاد يا جماعه. انت اجهدت لعيبتك جامد، ربنا يستر في ماتش بيراميدز. معتمد جمال ادار الماتش ده نفسه، لكن ما فكرش في ماتش بيراميدز ده من وجهه نظري. بس احنا في نهائي افريقيا واحنا اول دوري، وكل الدعم من الكابتن معتمد جمال. لسه الماتش بيراميدز الخميس الجاي، اتمنى نجهزه من دلوقتي. تقييمات لعيبه الزمالك في مباراه شباب بلوزداد اللي صعدنا بيها الفاينل، خلصت 0-0. بسم الله الرحمن الرحيم. مهدي سليمان 10 من 10 بالكره اللي شلتها فشيخ، وشفته في اول ماتش وهو ضاغط عليه 2 وراح مديها لشحاته. ممتاز يا مهدي سليمان، نجم الماتش بعد الكره اللي انت صديتها دي. عمر جابر بص، هجوميا مش هقيمك هجوميا، هقيمك دفاعيا 5-6 من 10. دفاع هجوميا كنت صعب، وعرضياتك كلها في اجسام اللعيبه. ولو هنقارنك بالماتش اللي فات فطبعا الحمد لله وكتر خير الدنيا 6 من 10. معلش يا جماعه، انا عارف هتقولوا لي وحش وانت بتطبل له 4 مطوشه على الموسم تقريبا او 5 مطوشه مهمين وتبقى ضمنت كل حاجه. معلش مش هينفع نقطع دلوقتي. حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل 8 و7 لمحمد اسماعيل، في كام كره بتفلت كل ماتش يا سمعه، بس عاش بنتايج. كنت كويس جدا النهارده وماسك نفسك، والانطلاقات الهجوميه حلوه وما عملتش ولا فاول. 8 او 7 من 10. محمد شحاته بص، تقييمك الفني 2 من 10، بس انا قلت مش هأدي ننزل حد اكتر من 5. 5 من 10 شحاته. الطلوع بالكوره، عمال تباصي كل كوره ورا، تستخبي ما بين اللعيبه، لما بترجع تدافع المفروض مركز 6 يبقى واقف على ال 18، بتقف جنب السنتر باكات او بتروح ناحيه الوينج. وماتش الاهلي بتاع جوميز 2-1 عملت نفس الغلطه، احمد عبد القادر جاب جون بسببك. ما ينفعش مركز 6 واحنا خسرنا دونجا. فتوح 7 من 10 كان كويس. في ناس بتقول لي وحش، لا فتوح بالنسبه لي كان كويس جدا. عبد الله السعيد الارهاق واضح عليه وكان لازم يطلع من بدري. 6 من 10. عدي الدباغ 8 من 10، عمل ماتش ممتاز بعيد عن الكره. لو الكره الانفراد دي كان حطها جون كنت اديته 10 من 10. بينزل يستلم بيتحرك، اخطر واحد في الماتش النهارده عدي الدباغ. ناصر منسي ادائك الفني طبعا انتوا عارفين كام المفروض كام، بس انا هديله 5 من 10. يا ناصر يا منسي انت اسطوره واحسن مهاجم في مصر، ما تركزش مع احمد بلال وتبقى عايز تجيب جون كورتين. يا ناصر يا منسي تقدر تباصي، عمال تشوط بره. هدعم لعيبتي لان دي اللعيبه الموجوده، فاضل 4 5 ماتشات على الموسم. بزيرا لا يختبر بالنسبه لي لان اللعيب مش جاهز، وكم كره عملها كويسه 5 برده، وبرده هو مش جاهز وبيلعب متحمل على نفسه. الحمد لله انها سطرت قوي على قد كده. ادم كايد ومحمد ابراهيم انز واخد ربع ساعه 5 من 10. الونش لا يختبر. تقييم الكابتن معتمد جمال معلش، راجل موصلني دوري وصعد نهائي الكونفدراليه، ولما نيجي النوادي الثانيه بتعمل كده بيقول لك ده مدرب تكتيكي. 6 من 10. عندي كلام كتير عايز اقوله فني، بس انا ماسك لساني عشان ده الصح وده اللي يخدم الزمالك. ماتش وحش، المهدي سليمان شالك، عدي لو كان جاب جون، كل ده انا معاك. وعمر جابر وعايز تشتكي من حاجات كتير، وفين محمد السيد، وليه محمد ابراهيم، وليه احمد ربيع ينزل اصلا، كل ده انا معاك فيه. لكن ده مش دلوقتي خالص، خلاص ده دلوقتي ماتشات نهائيات.
انت بيراميدز ماتش نهائي، الاهلي ماتش نهائي، الفاينالين الماتشين الفاينل بتوع الكونفدراليه نهائي. يبقى ندعم، مش وقت انتقاد دلوقتي خالص. بعد الموسم نتكلم في اخطاء كتير، في حاجات لازم تتحل، بس ناخد الدوري والكونفدراليه ونبقى الاقوى في مصر وافريقيا، واتكلم وانا بطل. في نهايه الحلقه الف مبروك وافرح بناديك. انا عارف انت كزملكاوي وانا كسقه بحب الزمالك يبقى حلو، بحب الزمالك ينزل يدي بلوزداد 2 3. ماتش وحش وراحوا علينا بكور، بس مش مهم. انا اخدت اللي انا عايزه، من اين تؤكل الكتف نوعا ما يعني. مبروك للزمالك، مبروك للجمهور. كنت متوقع 2-0 وكنا نقدر نخلص 2-0، المهم صعدنا. الف مبروك، افرحوا. فريقك الاول على الدوري، فريقك في نهائي الكونفدراليه، والاقرب انه يكسب الكونفدراليه. موسم تاريخي للزمالك بجمهوره بلعيبته بكابتن معتمد جمال، بعيدا عن كل المشاكل وكل الغلطات اللي بيعملوها سواء اللعيبه سواء كابتن معتمد جمال. الزمالك بيلعب في ظروف مستحيله، ظروف ماديه مستحيله. الف مبروك. كان نفسي زي ما قلنا في اللايف نجيب تيشيرت فلسطين ونحتفل بيه بجون عدي، بس للاسف اتلغى وانذار ملوش اي لازمه. لازم عدي ياخد باله الماتش الجاي هو حسام عبد المجيد، لان خدوا انذار مش هيلعبوا فاينل الكونفدراليه اللي في القاهره العوده. دمتم سالمين، الف مبروك، افرحوا، سلام.